إلى الرأي العام: قطع ماء واستباحة أرواح وهدر دماء. تستمر جريمة النظام التركي بقطع مياه نهر الفرات، والتي تعتبر من حيث المبدأ جريمة بحق الإنسانية، وضرب ونسف لكافة القيم ومبادئ القانون الدولي، والإخلال بكافة المعاهدات والاتفاقات الدولية والتي تنظم حقوق الدول في حقوقها المائية بالنسبة للأنهار الدولية، وأن كافة المواثيق الدولية وحسب معاييرها وتكييفها القانوني تعتبر نهر الفرات نهرا دوليا للشعب السوري الحق والإنصاف في تقاسم المياه، وبعكس ما يدعيه النظام التركي الذي يعتبر هذا النهر نهرا وطنيا، وهذا مخالف للقانون الدولي، وأن النظام التركي لا يقيم أي وزن أو اعتبار للقرارات والاعتراف الدولي، وأن قطع مياه نهر الفرات هي جريمة بدافع سياسي. يحاول النظام التركي نسف التنمية البشرية وتجويع لشعوب المنطقة وإخضاعها لنهجه الاحتلالي، وما حبس المياه الدولية بسدود ضخمة إلا سلاحا فتاك الهدف منه إرهاب دولة منظم لقهر الشعوب وإغراقها بالفوضى والجوع والفقر. وأننا في حزب سوريا المستقبل نناشد المجتمع الدولي بكافة مؤسساته القانونية بالتفاتة إنسانية وقانونية من أجل إرساء مبادئ العدل والمساواة والإنصاف في إطلاق مياه نهر الفرات على مناطق شمال وشرق سوريا، وردع النظام التركي الذي يحاول بنهجه الإجرام اغتيال كافة معالم الحياة.